بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد من الشباب يقول لي: عبد العزيز، كل ما أدخل البيت زوجتي مبوزة، زوجتي زعلانة، أدخل البيت مهملة، ما تهتم، ولا كأني أنا داش البيت، شو السبب؟ فسألته: كم سنة صار لكم متزوجين؟ قال لي: والله صار لنا 5 سنين وهذا، لكن زوجتي صايرة يعني ناشفة معاي، مو مثل قبل، الأمور مو طيبة. فقلت له: تعال أنا بعطيك حل. قلت له: أنت متى رايح البيت؟ قال لي: والله أنا رايح البيت تقريبا بعد ساعة. قلت له: اكتب رسالة وبقول لك الصيغة. فمسك الواتساب فكتب، طبعا أنا نقلت الكلام: حبيبتي الغالية أم فلان، يعني ولد العود، أنت أحلى إنسان وأنت كذا، وأنا مشتاق لك اليوم، أبي أجي أشوف وجهك الجميل وجهك الحلو. أعطيته كلام فعلا صيغة حلوة جدا. إخواني الكرام، صدقوني إخواني الكرام، لما راح البيت، طبعا أرسل الرسالة قبلها بنص ساعة، لما راح البيت لقى الحلج هالكبر والضحكة ترسل الوجه، مبسوطة وفرحانة، ويقول لي: عبد العزيز شفتها كاشخة وحاطة يعني مكياج واستقبلتني أحلى استقبال. قلت له: شفت شلون؟ اخواني الكرام، هذه قصة بسيطة من الأشياء اللي أنا شفتها في حياتي، وأنا فعلا مقصر معاكم. الأمور الاجتماعية يمكن مقصر فيها كثير أعزائي المشاهدين. احنا محتاجين الكلمة الطيبة. المرأة اخواني الكرام تحب الكلام الحلو، المرأة تحب الزوج يدلعها طول الحياة، حتى لو صار عمرها 70 سنة. المرأة والله يا شباب يا اللي تشوفوني الآن، يعني رسالة واحدة، والله لو رسالة في اليوم، لو رسالة كل يومين، والله هذا راح يغير من مزاج وشخصية. أنا أدري أنت الحين قاعد طالعني وتقول هالمكان حلو، أكيد أنت اللي تشوفيني الآن تقول: والله عبد العزيز أنت جاي مكان رومانسي. هاي المكان أنا سميته نفق الحب. فعلا المكان جميل، الطيارة خربت التصوير لكن مو مشكلة أخواني الكرام. فهاي المكان عندنا في قطر، يبا روحوا، الله يحفظكم، روحوا فكوني خلوني أصور. هاي المكان في منطقة اللؤلؤة عندنا في قطر أعزائي المشاهدين، وأنا تعمدت أن أنا أصور حلقة في هذا المكان. والله الرومانسية مطلوبة، الكلمة الحلوة مطلوبة. لا تنسى هذه زوجتك، تعيش مع زوجتك. يعني للأسف هناك كثير من، نقول البعض والعياذ بالله، خيانات وأشياء، وهذا بسبب أن الزوج مقصر في حق زوجته. والعكس صحيح، يعني احنا ما نطالب بس الزوج يقول كلام حلو حق زوجته، أنت كذلك، أنت يا أبو الشباب، وأنت يا أبو الرجال، وأنت يا يلي حامينا، وأنت أحلى رجل، وأنت أوسم رجل، وأنت بعد أيضا أنت دلعي زوجك أختي العزيزة. لا أريد أن أطيل، إن شاء الله الله يقدرني يا رب إني أنا أسوي بعض الحلقات عن تعبتك يا مصور، وأنت قاعد تصورني وأنت قاعد تمشي وأنا ماشي، مو مشكلة. لكن حبيت أقول لكم أحبكم في الله. والله يا شباب ويا بنات، الكلام الحلو، الكلام الطيب، المعاملة الطيبة تذوب جبال، تخلي زوجتك طول حياتها تحبك، وأنت كذلك. الكلمة الطيبة، يعني الزوج إذا داخل تعبان جاي من الشغل: قواك الله يا أبو عبد العزيز، قواك الله يا أبو محمد، الله يقويك الله. وأنت كذلك إذا زوجتك مثلا جاية وتعبانة: يا فديتك شبعت قلبي، أنا أحبك، وهكذا. خلوا دائما لسانكم طري بالكلام الطيب والحلو، لأجل العلاقة تستمر طيبة وحلوة مدى الحياة. أحبكم في الله، وإن شاء الله الله يقدرني أنا أسوي لكم حلقات عن العلاقات الزوجية، ويعطيكم العافية.